تأتي مبكرا إلى درسك وإلى شيخك. أنت تنتظر شيخك ولا ينتظرك الشيخ. أنت تنتظره لكن هو لا ينتظرك. إذن من الأدب أن تأتي إلى شيخك مبكرا. أيضا لا بد أن يكون حامل القرآن على أكمل أحواله وأكرمها، يعني كما قلنا متواضعا مستكينا لا يتكبر. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر مرة وقال للناس: لقد كنت أرعى غنمات لخالات لي من بني مخزوم على مدين من تمر وشعير أبقى عليهما يومي. سبحان الله. فلما نزل، طبعا هو يقول هذا الكلام وهو أمير المؤمنين. تصور أنه هو أمير المؤمنين، مش رئيس دولة لا، ده رئيس دول، يعني أمير المؤمنين على الأرض، ويقول هذا الكلام على المنبر. يقول: لقد كنت أرعى غنمات لخالات لي، يعني بقول لهم أنا كنت راعي غنم. في خلاف كتير من الناس الآن، يعني يكون فقير